الخير يا حبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اشتقت لكم عشانكم اشتقتوا لي. بسوي معكم اليوم تشيز كيك بنكهة شتوية، نكهة الهيل والزعفران. شي فاخر، يعني ما اوصف لكم كمية اللذاذة. بالبداية اخذت نص كوب كريمة، حطيت عليه ملعقة زعفران وخلي الزعفران شوي راي، مع ملعقة صغيرة هيل مطحون. حطيتهم على النار يغلي غلوة واحدة عشان ياخذ لي نكهة الهيل والزعفران ويطلع لي لونه واستفيد من كل شيء. بأضيف أنا نكهة الهيل اللي وريتكم إياها هذه بس بالأخير كزيادة، يعني كتعزيز للنكهة. هنا أخذت نص كوب موية دافية عادية، ما هي دافية، حطيت عليها ملعقة كبيرة جيلاتين، نقعت على جنب عشان ينفش الجيلاتين أقدر أذوبه بعدين. طبعا خليت على جنب. هنا جبت المطحانة، أسهل لي إني أطحن البسكوت والمطحانة وأصب عليه الزيت الزبدة كذا، ينخلط مع الزبدة بشكل حلو من غير ما أحتاج أضيف لأي شيء. طبعا أنا طحنت بسكوت دايجستيف مع بسكوت ماري. تبون تسوون بسكوت دايجستيف الحالة، ماري الحالة، اللي انتو تبون. الأهم إنكم تضيفون ملعقة صغيرة قرفة مطحونة، وهذه أنا استمدها بجميع نكهات التشيز. وأصب الزبدة أنا مذوبة قالب زبدة، يعني لحد تقريبا كوب ونص كوب أو 3/4 الكوب. أهم شيء إني ما أحط لا حليب ولا قشطة، ما تحتاج الشيء هذا. أنا متى ما حطيت الزبدة وحسيت إني لما أمسكها بيدي تظل تمسك معي وبعدين ترجع تفتت كذا، أنا معي ناجحة 100%. طبعا أنا هنا جبت الصينية مثل ما وريتكم إياها، أنا ما حطيتها على الوجه، قلبت الصينية وحطيتها عشان يصل معي نقلها لأي صينية تقديم تاني. غلفتها برق زبدة بعد نفس الشيء عشان يصير لي تقديم. المرة هذه حبيت إني أرفع الجوانب تكون كلها متغطية بالبسكوت والقاعدة، فمثل ما شفتوا رفعتها كيف وواسيتها بكوب ملعقة اللي تبون. هنا خلطة التشيز خليتها على جنب لحد ما يبرد يمسك. طبعا انه متماسك معي، لا دخلت فرن ولا ثلاجة، ما يحتاج الشيء هذا. خلطة التشيز حطيت 600 جرام جبن كريمي، أي نوع كريمي، فيلادلفيا، فرسانة، كيري، المراعي اللي انتم تحبون، أهم شيء إنه يكون بحرارة الغرفة، مع نص علبة نستلة. خلطته مع بعض لحد ما صار كريمي. بعدين حطيت عليه كوبين كريمة خفق. وهنا جبت الجيلاتين ذوبته بالميكرويف كل 10 ثواني، أطفي عليه وحركه، لا تخلونه 30 ثانية واحدة عشان ما يحترق معنا ويطلع نكهة وما هو قوام حلو. فأنا ذوبت الجيلاتين خليته على جنب. هنا سويت بشر ليمونة مع عصير ليمونة كاملة. ضروري الخطوة هذه عشان تعدل لنا نكهة النكهات كلها وتعزز لي النكهات. فأنا عصرت الليمونة مع بشر ليمونة كاملة. حطيت خليط الزعفران والهيل اللي أنا سويته من الكريمة نفسها مع كريمة اللي حطيت على النار. شوفوا كيف صار أخذ لونه، وراح يغير لي لونه يعني أصفر، ما يحتاج أحط لون يعزز اللون عندي ولا يحتاج أي شيء. ضفت ظرف بودرة الهيل، نكهة الهيل، خلطتهم لحد ما اندمجوا. بعدين جبت الجيلاتين صفيته، ضروري ان نصفيه لو يكون فيه كتل وكذا ما نستصيغها بالطعم، فضروري نصفيه. اضيف الجيلاتين وخلاط داير عشان ما يتكتل معي بمكان واحد. مجرد ما يختلط معه كله خلاص انا خلصت، ما في اسهل من كذا. صبيته بالقالب، دخلت الثلاجة ليلة كاملة. أنا صراحة أخذ معي يوم كامل، مو بس ليلة، بس هي أصلا أقل شيء 6 ساعات 4 ساعات، أهم شيء إنه يكون المكان يتماسك. لما صبيت يكون سايل، بس الجيلاتين هو اللي يعطينا القوام المتماسك وحلو وكريمي، يعني ما يصير معنا نخلط بالكريم لحد ما تفاعل معنا وبعدين تفش، لا، أنا ما أحتاج الشيء هذا. طبعا أنا زينت بالبسكوت هذا، تقدرون تسوون باستري يعني عادي، تدخلون الفرن تدخلون يبرد تحطون، بس أنا عندي البسكوت هذا متوفر. أضفته كسرته، حطيت كذا زي فوق جوز محمص وفستق مبشور. أضفت له صوص توفي وصوص أبيض حق السينابون. علينا وعليكم بألف عافية، أتمنى أنكم تجربونه، متأكدة بتعجبكم.